كثير من الناس تعشق السفر والسياحة في البلدان التي يكثر فيها الأشجار والأنهار والشلالات والأمطار والأجواء الجميلة، ولكن هناك ثمة بلد يعشقه الملايين ومع ذلك لا يوجد فيه أشجار ولا أنهار ولا شلالات ولا أمطار ولا أجواء جميلة، ألا وهي مكة. مكة لم نسمع أحد في حياتنا يقول ذهبت لمكة من أجل النزهة، وإنما يذهب من أجل صلاة فيه أو حج أو عمرة أو شراء لماء زمزم. مكة هي التي طرد منها النبي عليه الصلاة والسلام. هي رسالة لكل مسلم، راجع حساباتك. أسألك بالله، متى آخر مرة زرت مكة؟ متى آخر مرة زرت الحرم الشريف؟ متى آخر حج حجيت؟ متى آخر عمرة؟ متى آخر مرة ذهبت عند ستار الكعبة؟ صليت عند مقام إبراهيم؟ كثير من الناس تجده قريب من الحرم ولم يزور الحرم مرة واحدة في حياته. تجد كثير من الناس يزوره من فترة طويلة. إذا كنت مقصر فغيرك من البلدان العربية ومن البلدان الإسلامية يتمنون زيارة الحرم في حياتهم مرة واحدة، تجمع الأموال سنوات طوال حتى يشرفهم الله بلذة السجود وحتى يشرفهم الله بأداء الركن العظيم ألا وهو الحج. فراجع حساباتك في مكة. هذه مكة هي أحب البقاع، كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، هي التي طرد منها وعيناه تسيل بالدمع، وهي التي رجع إليها منتصرا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يا الحرم ما بمثل جوك ونيس، يا الحرم ما بمثل جوك ونيس، فالصلا من جيت عمره برمضان، فالصلا من جيت عمره برمضان. الشريم وصوت ماهر والسدس، الشريم وصوت ماهر والسدس، والخشوع كعبة الله والأمان، والخشوع كعبة الله والأمان. للحرم لا جيت ما تبغى جليس، تختلي بالرب في يدنا مكان، تشعر ان الوقت في مكان نفيس، وانت بين يدين ربك بامتنان.